سؤال سيدنا، ذكرت الشباب وضرورة الزواج المبكر. المشكلة هي عند الطرف الآخر، نتزوج من وأمامنا عقبات في الحصول على من تقبل. الزواج يعني بين طرفين. احنا حينما نقول الزواج المبكر للأولاد يعني أيضا للبنات، خاصة للبنات، لأن البنت يفوتها القطار، الرجل هم يفوت القطار بس ما يحس. لكن هذه البنت إذا عندها طلاب وما أعطوا البنية وكبرت وبقت في البيت، ترى جريمة كبرى. ما يبين الآن، ممكن البنية هي هم تفهم، لكن يوم اللي تكبر ولا زوج ولا أولاد ولا أحد يرعاها، تعيش وحدها. يعني الزين حياة دار العجزة اللي أصعب أيام اللي يعيشون في هذه البلاد هي في أواخر حياتهم، لأنه في الاتحاد السوفيتي كانوا يقضون عليهم، يقولون ذول مو منتجين وقيمة الإنسان بمقدار ما ينتج. أما في هذه البلاد يخلون في دار العجزة ولا واحد يسأل عنهم، يعني يموتون غرباء في وطنهم. أكو واحد يغسل لهم يعطيهم أكل كذا، كأنه حيوان مو كأنه إنسان. البنية إذا ما تزوجت وبقيت في البيت فهي جريمة كبرى، وهذه الجريمة موجودة في كل بلادنا مع الأسف. فقط الإحصائيات في السعودية تقول 700,000 عانس في البيوت. هذا اللي اجوا بلغوا، اللي ما بلغوا ممكن أكثر من 1,000,000. ليش؟ لأن يوم اللي كان وقته وأجوا الطلاب جابوا لهم شروط وعقبات. قد يقولون بعض العوائل من يعرف هذا الولد؟ إيه صح، لكم حق أن تعرفوه، لكن إذا ما تعرفوه المعرفة لازم تنزل من السماء عليكم، اسألوا عنه. رحت سنة من السنوات إلى ديترويت، الشباب اللي كانوا جايين كلهم من رفحة، جنود بعد الانتفاضة راحوا إلى رفحة، بقوا هناك سنوات، بعدين جابوهم عوائل ما عندهم. فإجوني مجموعة من الشباب قالوا سيدنا ماكو عوائل، فنروح على الإخوة من غير العراق يقولون من يعرفكم؟ طبعا المعرفة من خلال تاريخ الشخص. فأنا اقترحت أنه تصير لجنة، هذا اللي يجي يسألون عنه من أهله من بلده، يسوون اتصالات، ومطلوب حقيقة لجان لمساعدة الناس على الزواج. ترى الزواج المبكر أولا في منافع للطرفين وفي لهذه الأمة، وأيضا في ثواب. من زوج أخاه المؤمن زوجه الله من الحور العين وأظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ترى الحور العين هواية تسواها. على فد زوجة في هاي الدنيا تشيخ وتكبر وتموت، بعض الناس ينتحرون عليهم. الحور العين لو أطلت حورية على الدنيا لمات أهل الدنيا فرحا وسرورا برؤيتها. هاي تستحق صلوات أكثر من هذه أن تري جيلها. اللهم صل على محمد على حب فاطمة الزهراء الثالثة.